مرض ما. مصح لا يقول انا انطيت وانا ما انطيت وانت يا عمي سويت، اللي وهذا انطى الكتم رز، اللي هذا انطى اللي هذا انطى يهز رز. المقاومه. نعم، اللي انطى رز وسكر الفلسطيني هذا ابو ما عليك منه. ما هذا هذا عبود، اللي اقصده. عبود هذا ما سوى شيء، يروح كل يوم يروح للحدود ويرجع. انت عبود طوباسي، النت عنده خربان اليوم. اشكرك اخوي ابو تراب. المقاومه بدون المقاومه لن تحرر ارض فلسطين. اذا شوف، ما دام ان في هناك مقاومه ستحرر فلسطين، والله ستحرر وسينتصرون. ما فيش مقاومه، اعرف ان فلسطين مع السلامه. لكن لو ظل رجل واحد يقاوم، ان هناك له الشرعيه في فلسطين، له شرعيه، هو الرئيس، هو الرئيس في فلسطين. تمام، غير ذلك لا ابو تحصل ابو مقاومه. ربيش ابو ربيش ده بس بدي اوضح لك هلا شغله. بس بدي ربشت اوضح لك الدنيا، شغله انت بس شو عندك؟ دقيقه. ها، اسمع تفضل لي. تفضل. بتعرف انه نسبه يعني 50% مم. بدعم المقاومه اللي هي قطر. يا عمي ما هي محتضنه المقاومه حق قطر، سلام. من صح 2000 خاصه من 2006، يعني ليش نكذب؟ منو محتضن صح قاده حماس؟ وبعدين الحين بعضه يقول لك القاده هذول الحماس نختلف معهم او اتفق، اجلدهم لين تقول بس عادي، لانه يعني قيادي سياسي. لكن المقاومه في فلسطين لا، لا، ما نسمح لاي حد ينظر فيهم. تمام، هذا قاده سياسيين. لكن هم ليش بقطر؟ حتى في قطر ما تعرف وين مكانها. انت تعرف الكيان كيف يدور على القيادات، وما خلى دولة عربية لو يصيدهم، فهمت علي؟ بعد فبعض بعد حتى مش اذنك يا فاهم ليش اخويا، انهم برا فلسطين، ليش انهم برا غزة. هم برا غزة، اول شيء لو كانوا في غزة ما تعرف في اي كان وقت ما الكيان عملوش شيء، بيستهدفهم. كان ما عملوش شيء. لقيت صلى على النبي. سلام، اللهم صل على رسول الله. لقيت يا اخو هذول كل القياده اللي برا طول عمرهم مطاردين، وطول عمرهم بالضبط. مجاهدين، وطول عمرهم صلى على النبي اصحاب ابو قضيه، وطول يا اخي عمرهم شوف شوف الواجهه شوف تاعتنا. يا بس ما ابو انس، ينفعش ابو كلنا انس، نكون جوا، ما ابو ينفعش كلنا انس، انا نكون جوا. عارف، انا عارف. شوف، والتنظير فيهم من وين انت يا نظر ابو انس؟ وجلد. لحظه عبود، من غزه لحظه يعني. عبود. نظر وجلد فيهم بكيف ما تشاء لهم. بس في ليش؟ الخارج قاده اه. سياسيين كاتم يا لا عبود، قاده والله قبل سياسيين. الحرب لحظه بثلاث لحظه لحظه ايام يا بس اخي، لحظه، الله علقت يرضى معه. عليك عبود. لا انزلك من المايك يا يا عبود، زلمه انت صوتك. بالع راديو. يا عمي اهدى 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 والله طبل. اهدى. كتم انت ما سويت شيء لفلسطين. تمام، اجلد فيهم لين تقول بس. قاده سياسيين ولهم مصالحهم، ولهم مصالحهم هذه ما حد يعني اعتقد بينظر فيها. اجلد فيهم هنيه ولا ابو مشعل ولا اي حد، اجلد فيهم. لكن المقاوم على ارضه هناك في فلسطين، هذا الصراحه التنظير فيه يعتبر حرام. القاده صحيح السياسيين اجلد لين تشبع. تمام، لكن مزبوط عشان نقول هم مزبوط. ليش برا غزه. صحيح ما تعرف القادة كم قتلوا صحيح. الكيان كم قتل من قيادة حماس في أراضي في دول عربية. مثل عبود، اعطي هذا مايك هارب، لغيرك خليه عبود هارب، يجاوبك. عبود هارب، وبحيجيبوه يعني حيجيبوه. ها، يا اخوي، انا يا ما اخوي، يا انا ما راح حبيبي، يجيبوني. يا شو حبيبي، هذول انت من هذول قبل الفخمين كده. يعني؟ انا من الفخمين يا رجال هر... فكني. هربت لهم تي ان تي. يا رجال 80 انت كل طن يوم تسير 80 للحدود طن. وترجع، كل يوم تروح للحدود وترجع. من يرجعك من الحدود؟ يا اخوي شو معرفه اخذ الطاوله من تحت لتحت. سلامات. يا عمي 40 طن 50 طن، انت نزلتها من الجو وصلت كسرين. سلام. والله يا اخويا، يعني هي خالد مسعر قبل كده مرتين كان يسموه. والله اول مره اشوف مساعدة وهني الطبيه يرموها من الجو. ما وصلت ولا ابره. يا اخي سووا مثل العالم ما سوى، ترسلوا بالسفن وارسلوا لين المعبر. طبيعي. عبود والله كلهم تفضل بحيوا تفضل يا فيك ابو باليمن. انس. كل اخوي بحيي فيك والله. قربيش، انا اشكركم مره ثانيه. والله العفو يجزيكم العفو. خير الله يسعدكم. ويكثر من امثالكم ان شاء الله. ما عليك بركه يا زود، ابن الله عم. يحفظك. ابشرك الشعوب الله العربيه المسلمه يسلمك. الاحرار كلها مع الله فلسطين ان يهديهم. شاء الله. السموحه منكم. الله معك. ها يا عبود، اخي محمد ضبيبي، طبعا عبود هذا من اكبر يا المهرطعين محمد في الوطن كنت قاعد انا العربي. وياه امبارح ببث. فهذا يعني يقول لك يسير كل يوم من الحدود 4 مرات ويرجع. بدهاش حكي يعني، بدهمش لا يفتحون. لا 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 كل يوم كل يوم هي. ها، هي مش لحمه كل جمعه. كل جمعة. طيب من ابو انس يرجعك؟ وين قاعد من ابو انس؟ يرجعك؟ ليش ما تخبرهم من يرجعك من الحدود؟ يا قاعد في زلمه مصر. لا لا، بدك هم من مصر. لا، من بدك يرجعك من الحدود؟ تحبسنا؟ من يرجعك من الحدود؟ اه انت ناوي لا، على جبل حبستنا خيل. اليوم. ها؟ هو ايش
انا بجيب تجاره، فاشتري تجاره من هنا انه يا هو ابو نظامها انس، واعي. مو انت، هو اه عبود. ايوه انت، انا عارف شغلك. عبود منو يرجعك من الحدود ما يخليك تفوت على غزة؟ شو بدك فيه؟ بدك تحبسني انت؟ ما انت رايح في الحق، ما انت رايح تسوي حرام. يا عم انا سلامات. مطبل لحكومتي. اكيد لازم، أكيد لازم. شوف، اي حد ما يدعم في حكومته او انه يطبل لبلده، شوف بلده، هذا اه ما مطبل يستحق الحياة طبعا. والعيش فيه. لازم بلدي بلدك. وعايش فيها من آه. زمان. من زمان. لموك يا لموني فيها والله. علي محمد، طيب يقلد لي اباناس ذولا. اباناس، شو رايك حبيبي. في الاردنيه؟ دقيقه، شو رايك بالاردنيه اباناس؟ ما عرق يكتم ولا عيني يستحي هذول. يا محمد ضويبي، يكتم الجميع ولا ها يستحي. عرق ما عيني نقدر نروح والله، يمني ولا عرق نروح عيني يا سعودي، عمي. بس انه مع شايف؟ عرق عيني مع دمي غزة. هذول. شايف؟ حبيبي. طيب يا اولا والله عمي، يا يلا عمي، خلينا نسمع اخي محمد. نتفاخر فيهم والله يا عمي، خل... نتفاخر فيهم على راسنا من فوق كمان، مش اكيد مجاملة لا يا والله. عمي، المقاوم في فلسطين الكل يفتخر فيه، والكل يتمنى ان يكون حتى مكان الشهيد. سلامات. بنفرق حتى الشعب الفلسطيني، بنفرقه ونخليهم جماعات واحزاب؟ لا. تفضل اخي محمد. الله وعندي يزيد سؤال فضلك. يا ضبيبي اذا عندك. في شيء يتردد او كلام يتردد، يعني حصل الكثير كذا، يقول لك وين عرب 48، وين عرب 48، وين عرب 48؟ اذا عندك فكرة عن الموضوع هذا، عرب 48. ما ضحايا زيهم زي الحكام العرب، يعني ما تفرقوش كثير، ها. يعني هم كلهم ضحايا على كل. مم. انتصار أنصار الله في اليمن هزيمة للتحالف العربي، وانتصار المقاومة في فلسطين هزيمة للحكام العرب. وننظر مم. لها بهذا المعنى، لأنه أنا مم. قلت وأكرر كلامي: ما فيش حاكم عربي يستلم مساعدة من أمريكا وتنتظر منه أنه يكون له كلمة أو يكون له رأي. هذه الكلمة حط عليها 20 صفر. مم. الدول الخليج والسعودية كمان لها مصالح مع أمريكا، لا يمكن أن تتدخل بالشأن لا يعنيها، لأنه هذا يعني أمريكا وبنتها المدللة في الشرق الأوسط. ونقطة على الصفر. على طيب، كل. عرب إيه، 48 نعم. الحين بعضهم يقول لك انهم بصف الكيان، راحوا الكيان، تجنسوا جنسيات إسرائيلية. عندك فكرة عن الموضوع؟ لا هم هم معهم مهما. جوازات إسرائيلية، أكيد معهم نعم. جوازات إسرائيلية، وهم في البرلمان الإسرائيلي كمان، مهم. ومنهم موظفين ومنهم في البرلمان الإسرائيلي، هذا بلا طيب، شك. مواقفهم موجودين، طوال لكن الفترة هذه، ما مواقفهم. عندهم هم زي ما قلت لك، مواقفهم زي عباس مثلا. شوف عباس احنا نعتبره دنبوع فلسطين، آه. مش معنا مم. الدنبوع اليمن. مم. معنا الدنبوع في اليمن اللي جالس في فندق السعودية. الله الله. اي، اي هذاك وينه دنبوع عاد فلسطين، عايش نفس ولا وين المواصفات. راح؟ ما ادري، حياك قد يا ابو جابوا الخيل. بدلوا خمسة. جابوا بدلوا خمسة. اي. اطلب قسط يا ابو الخيل. قد جابوا 7 من لا حول ولا قوة جابوا الا بالله. سبعة بدل هذاك برضو، ما نفعش. ما أنا أقول لك في الوقت اللي احنا نمر فيه الآن في صحوة للأمة العربية بشكل عام، وخوف الحكام اللي متواطئين خوفا من شعوبهم. لكن لو كان في الحكام هؤلاء خير، كان المفروض أنه الشرق الأوسط زي أوروبا. يعني إيش ينقصنا؟ العربي أينما راح في أي دولة في العالم تحصله موجود في أعلى المراتب، منهم الدكاترة، منهم المهندسين، منهم العباقرة، موجودين في كل بقاع الأرض. لكن ما فيش ولا دولة عربية عندها اكتفاء ذاتي، برغم العكس على ما حصل على إيران من 40 سنة، وهي محاصرة بر وجو وبحر بكل كبيرة وصغيرة، وزادوا سلطوا عليها العرب. وبرغم هذا كله الآن عندها اكتفاء ذاتي وما عندها مشكلة من الحصار. والله اعترفوا بنا، ما تعترفوا أنتم أحرار. نفس الشيء ما تتكلم فيه حكومة صنعاء. أنا مش منتظرين لكم تعترفوا بنا كدولة. تعترفوا بنا تصاحبنا احنا وياكم، ما تعترفوا بنا كل واحد الله يفتح عليه، زيه زي أكثر الدول اللي مش معترف بها دوليا الآن، زي كوريا. شمالية. تعتبر من كوريا عاد في الشمالية عليها يعني حصار، عاد في عليها حصار. عليها حصار ومش معترف بها دوليا، زيها زي إيران. شوف، طيب قاعد احنا يصنع، في. قاعد يصنع انه كل شيء عنده وهو محاصر. نعم. يعني اي شيء طبيعي اعترفوا جدا، ولا ما شيء طبيعي، يعترفوا؟ لكن يحترم. انا طالع على يحترم البث، يحترم. طالع على البث انا. اي انت موجود حبيبي، انت على الصوت. طالع على الصوت، فيش صورة عندي. الا عندك صوت، انا اسمعك.
اخويا مشكور لاضافتك وحياك والله جميعا. الله يسعدك يا ابو انس، الله وانا يسعدك، بدي الله يسعدك. استاذن ابو منكم انس جميعا. بدون صورة، الله ينصركم يا رب. يا رب الله يبارك فيك يا اخو، الله يعزك حبيبي يا يا رب. ابو انس، حبيبي الله يعزك. الله يبارك فيك وجميعا ان شاء الله. بدي ارجع اطلع وارجع اشوفك شو الوضع. السلام عليكم. زي لا تنسى روح الحدود وارجع. هذا عبود الطوباسي يا محمد ضويبي، صراحة رجال طيب ونعم، حياهم الله. فمداخلاته نعم، مداخلاته طيبة كلها. شوف رجع، ما عرف اني قاعد اذكره، رجع يا اخي روح عشان احش افتح فيك لهم شوية. مجالي في الشو، يا اخي اقسم ودي بالله احش افتح فيك. لهم مجالي في كذاب. الشو عندهم اسمع، عادي. اقسم بالله انك كذاب ومنافق. خلني احش فيك شوية. بكذبك. قال يا اخي، قال بيرجعوني يا اخي، الفخمين بيرجعوني. والله ابشرك يا عبود، هذا هو كل الشعوب العربية ما بيدها شيء مثلنا مثلك. شو اسمع يسوي؟ علي، اسمع علي، لكن اسمع علي، الجيش والحكومات هم اسمع اللي علي، شغول. اسمع علي، احنا جيشنا. اسمع علي شوف والله تسمع البخور، مني. شوف اسمع الدخان مني قدامك وتبخر. يا زلمه، شوف شايف الدخان بس حق السفير اسمع مني الصهيوني. يا ايوه زلمه، انت باع راديو، اسمع مني. قاعد تطبل انت الناس هسه فاضيين. انتم مش حجزوا اللي هي سفينه جابوها طيب يا عندكم اخي على هيس البحر. هيس. هسه لو بدهمش ناس يطلعوا فوق السفينه، الحكومه بيقدروا يطلعوا المواطنين. اي سفينة، اي سفينة. اي سفينه. هسه هذه السفينه اللي حجزتوها على البحر وين طلع اكثر خليناها من ملعب يمني. للاطفال كلهم، خلينا نتخيل مهزلناها صحيح. مهزلة. اي هسه حد لو بده يتصور يخزن يشيش صح يطلع. صح صح صح، لو الدولة بدهاش بيقدروا يطلعوا. صحيح. وين رحت؟ اكيد اكيد، لان هذه رسائل سياسيه اخي الفاضل، انت فكر ايوه واحسبها. هذه رسائل سياسيه ذكيه جدا. لمن يفتكر انه خلاص وصلت السفينه، حافظوا عليها، انتبهوا حد يمسها، انتبهوا حد يضرها. صحيح صحيح. يعني يحسسك بانه يقول لك خايفين على السفينه، انتبهوا عليها. لكن وصلت باليمن يقول لك يلا اللي يطلع يخزن، اللي يطلع يرقص. يعني هذه رسائل ذكيه جدا من الحكومه اليمنيه للي يدور يعمل مزايدات، للي يدور يقول لك يلا يمكن طرحوا هكذا وبيحرسوها هناك. والله انا كلام. اسمع، انا وين لو راح ابو مكانكم الخيل؟ افتحها صالة افراح. يا عمي بنحمل فيها لا غنام ابغار، ما عندنا مشكلة. بعرف عليك انه ما نور. عندكم هذا مشكلة. ايه، انت سألت سؤال ذكي، هل الحكومه راضيه؟ طبعا، يعني اذا لم تكن الحكومه راضيه ما حد بيدخل للسفينه ولا حد صحيح. يقرب لها. لا انا بدي اوصل له، يعني شو مثلا احنا ليش بيمنعونا؟ نفس الشيء احنا يعني. اشوف المقاومه في اليمن اصلا، اليمن بقى عليها حرب يا اخي، زي ما حصل على غزه بالضبط. بعرف يعني 9 حاربوا اليمن سنين. نفس الطريقه. شوف الهجوم على اليمن زي ما هجموا على غزه، كانوا يضربوا البنيه التحتيه وضربوا المطارات، ضربوا الطيران الحربي للمطارات، ضربوا الرادارات، ما خلوا حاجه في اليمن الا وضربوها. هسه عندي يعني طيران نفس قوي. الحوثي عندي طيران قوي ولا وسط؟ الآن عنده طيران الجوي في 6 طائرات، بعد يومين بتشوفوهن شغالات وخرجوهن. في لسه في من الدولة السابقة لسه موجود معاهم طيران لحد الآن، بيتم الصيانة ويرجعان للشغل. شغالات الآن فيه موجودات الآن، الطيران الحربي موجود منهن حوالي 8 طائرات اللي جاهزات ويستعرضوا بهم في الوقت الحالي. وبعد يومين 3 أيام بتشوف طائرات أكثر. هم بعدين بتجي طائرات، لأنه أنت عارف أنه في الوقت الحالي أنا قلت وأكرر كلامي، إذا نجحت حكومة صنعاء بطريقة ذكية جدا أن ترغم الدول العظمى للتحاور معها، بتشوف الدول هذه تدخل على طول بالخط. أنا أقصد روسيا، أقصد الصين، أقصد إيران، أقصد هذه الدول كلها. وهذه بالنسبة لنا احنا مكسب بالنسبة لليمن، لأنه ما عندها ما تخسره أصلا. يلا خلوني أمشي اللي قدامي وارجع لكم. ماشي ماشي. الله معك، الله. طلع علي النوري. نور.